نصيحة هتوفر عليك فلوس كتير قبل ما تشتري موبايل بالتقسيط او قبل ما تشتري تليفون جديد. نفترض ان المبلغ اللي في ايدي ده 7000 جنيه ثمن موبايل سامسونج اي 15 6 رام 128، وانت نفسك في التليفون ده، ولكن للاسف انت ما تمتلكش من التليفون من ثمنه الا 3000 جنيه. تعمل ايه بقى؟ قدامك ثلاث حلول، اتنين سهلين جدا بس ممكن يخربوا بيتك وهيخلوك تدفع ثمن التليفون مرتين. والحل رقم ثلاثة ممكن يكون صعب، حاجة بسيطة ولكن هيكون أفضل من الاتنين الأولانيين، وفي نفس الوقت هيوفر عليك فلوس كتير. أول حلين معانا إنك أنت هتروح لشركة تجيب منها التليفون بالتقسيط، او لسين من الناس شخص بيطلع اقساط. الشركه هتضيف مبلغ للتليفون والشخص برضه هيضيف مبلغ للتليفون كمكسب، وبعد كده هيقسط عليك الاقساط توصل لحوالي 45% لمده 10 شهور او 15 شهر. لو حسبت انت ثمن الفوائد والاقساط وفرق السعر من الكاش والقسط بتاع التليفون، تلاقي نفسك دافع في ال 15 شهر دول ثمن التليفون مرتين. ولكن الحل الثالث اللي هو الاسهل، انك انت لو معاك ال 3000 جنيه دول، اي نعم ما يشتروش التليفون، ما يشتروش جديد، بس تعمل ايه؟ تروح تستلف حوالي 1500 او 1700 جنيه او 2000 جنيه من اي حد تعرفه، وتعصر على نفسك ليمونه، وتلف تلف تلف وتشوف محل كويس موثوق فيه، وتشتري التليفون ده مستعمل او كسر زيرو بالسعر 4500 او 5000 جنيه كحد اقصى. هتلاقي نفسك وفرت على نفسك حوالي 5 6000 جنيه في الاقساط، وفرت على صحتك النفسيه انك كل شهر تدفع اقساط وكل شويه يطالبك ولو اتاخرت ممكن يعمل لك حوار وحكايه ومشكله انت في غنى عنها. يعني ال 3000 اللي معاك دول اضغط على نفسك شويه، خد نفسك ليمونه، وحط عليهم مبلغ او استلفوا واشتري تليفون كسر زيرو مستعمل، هيكون افضل ليك وهتوفر على نفسك فلوس وضغط نفسي ودوشه كتير انت في غنى عنها. لايك وشير الفيديو علشان غيرك يستفيد. سلام عليكم.